اهتزت مدينة الصخيرات أمس الخميس 18 شتنبر الجاري على وقع جريمة نكراء جراء إقدام شخص معاق بريجل اصطناعية يبلغ من العمر حوالي 41 سنة على قتل ابن شقيقته التلميذ البالغ من العمر حوالي 9 سنوات، والأم المكلومة تجلس أمام الجثة، وذلك بمنزل أسرة الضحية بحي ميموز الجديد بمدينة الصخيرات. ووفق المعطيات المتوفرة، فعقب خلاف مع والد الضحية زوج الشقيقة حول استرداد مبلغ مالي سبق أن أقرضه إياه، وفي حالة غضب وهيجان غير مبررين بعدما فشل في استرجاع المبلغ، اقتحم الخال غرفة الضحية والذي لم يكن سوى ابن شقيقته، وعمد إلى خنقه قبل أن يوجه له طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض على مستوى البطن كانت كافية لإزهاق روحه بعين المكان. ولقد استنفر الحادث مصالح الدرك الملكي التي حلت على وجه السرعة بعين المكان، وتمكنت من توقيف المشتبه به ووضعه تحت الحراسة النظرية. وبعد الانتهاء من الإجراءات الجاري بها العمل، تم توجيه جثمان الفقيد نحو مستودع الأموات. قصد التشريح الطبي لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على حيثيات هذا العمل الشنيع. وفي مجريات الوقعة حسب بعض المصادر، فإن المشتبه به سبق أن تعرض لحادثة سير تسببت في بتر أحد رجليه، حصل من خلالها على تعويض مالي مهم من شركة التأمين أقرض منه 100,000 درهم لزوج شقيقته، ولقد استعصى عليه استرداده. مع توالي الأيام وأمام ضائقة مالية ألمت به دفعته إلى الضغط على شقيقته وإلحاحه على تسديد مبلغ الدين، لكنه فشل في استرجاع ذلك المبلغ. وتضيف ذات المصادر أنه في ذلك اليوم المشؤوم توجه الظنين رفقة والدته إلى بيت شقيقته في محاولة جديدة للحصول على أمواله، إلا أن الشقيقة واجهته بأنها لا تملك أي مبلغ مالي، وأن زوجها الذي اقترض منه ذلك المبلغ يوجد وراء القضبان على خلفية قضية نصب واحتيال وتزوير، ممن جعل المشتبه به يثور وتنتابه نوبة هيجان قادته إلى ارتكاب هذا الفعل الشنيع في حق طفل بريء لا دخل له في الموضوع، فكان ضحية لعملية انتقامية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.